مكرونة بالصوص الأبيض والفراخ وميكس الجبن. يلا نشوف هنعملها ازاي مع بعض وإن شاء الله هتعجبكم. محلول غسيل الفراخ لمنع أي زفارة، 2 معلقة كبار ملح خشن، 2 معلقة كبار سكر، وربع كوباية من الخل الأبيض، وليمونة كبيرة. 2 صدور من الفراخ المخلية هنقطعهم مكعبات وهنضيف لهم التوابل بتاعتنا. والتوابل بتاعتنا 1 معلقة صغيرة فلفل أسمر، ورشة من الملح، ونص معلقة صغيرة جنزبيل، وربع معلقة حبهان مطحون، ومعلقة صغيرة من الكاري، وربع معلقة صغيرة قرنفل مطحون، ومعلقة صغيرة قرفة، ومعلقة صغيرة ثوم مفروم. 2 معلقة كبار من الزبدة البلدي، وهنضيف مكعبات الفراخ المتبلة وهنشوحهم على النار كويس قوي. اهم حاجة ان احنا نشوح الفراخ على النار لحد ما توصل للشكل اللي قدام حضراتكم ده بالظبط كده. وبعدين هنضيف كريمة الخفق بتاعتنا. انا هنا استخدمت نص كيلو مكرونة ليهم ربع كيلو كريمة خفق. طبعا نقدر نزود لو بتحبوا الكريمة اكتر. هنقلب بقى كل ده على النار والصوص يتقل معانا شوية. وبعدين هنضيف الجبنة التشيدر والجبنة الرومي المبشورة. طبعا نوع الجبنة اللي استخدمته هنا الجبنة التشيدر المدخنة، وكمية وأنواع الجبن دي راجعة لرغبة حضراتكم. طبعا الجبن الكتير على المكرونة بتديلها تقل ودسامة شوية، لكن الناس اللي بتحب ميكس الجبن مش هيتضايقوا من ده خالص. بعدين هنسلق المكرونة وما نسويهاش كتير، يعني تنزل كده 3/4 سوا. وبعد ما سلقنا المكرونة بتاعتنا وغسلتها وصفتها، عملنا تركاية صغيرة كان لازم اقولكوا عليها. معلقة زبدة بلدي صغيرة قوي على النار، وشوحت المكرونة في الزبدة والزعتر قبل ما اضيفها للصوص الابيض بتاعنا. وبعدين هنضيف المكرونة على الصوص الابيض اللي عملناه مع بعض. شايفين حضراتكم واضح فيها الزعتر ازاي؟ والناس طبعا اللي بتحب الطبخ بيحسوه نوع من الفن، يعني بيدخل المطبخ عشان يخترع. فكلكم يا جماعة اكيد فنانين وعندكم اختراعات حلوة كتير. يلا ابعتولنا وخلونا نشارك كلنا مع بعض ونتفاعل ونتعلم من بعض. الحاجة اللي بتكون معمولة بحب وروقان صدقوني طعمها بيطلع حلو قوي. وبحس دايما ان الناس الطيبة هي اللي بتعرف تطبخ حلو وتفنن في المطبخ حلو، ويحبوا اللم، ما يعرفوش ياكلوا ابدا لوحدهم، زي بيوت كده جدودنا واهالينا زمان. حتى لو الاكل بسيط بيبقى طعمه حلو قوي من ايديهم. اتمنى كل وصفاتنا تعجبكم. دوقوا قولولي طعمها ايه، وتابعونا على طعمها ايه عشان لسه عندنا وصفات حلوة كتيرة ليكم.